الدكتور سمير سامي. حياك الله ببرنامج خطوة. اهلا وسهلا دكتور. انت يا سيدي اختصاصي التغذية وعلاج السمنة. صحيح. والمجتمع العربي اليوم يعاني من السمنة. صحيح، واضح بشكل العالم كله. واضح لما تشوفني ولا واضح بشكل لا ما شاء الله يعني؟ عليك يا دكتور، حضرتك رشيق. الله يبارك فيك. الله يسلمك. جزء من التعامل مع السمنة أو جزء رئيسي حقيقة يكمن في التحكم في الأغذية التي نتناولها. بكل تأكيد السمنة تعتبر من أخطر مسببات الوفاة على مستوى العالم، وارتباطها القوي الوثيق مع الغذاء الخاطئ. الغذاء الخاطئ يؤدي إلى مسار للسمنة. غذاء صحي يبعد عن السمنة وأخطرها. وهي تبدأ من الطفولة المبكرة أعتقد دكتور. بتبدأ من الجنين في رحم أمه. لا حول ولا قوة. طيب أنا أعتقد الحديث بيكون معك شيق دكتور سمير في أثناء الحلقة بإذن الله تعالى. إذا المشكلة مش تبدأ بعد الميلاد، يبدو لي أنها تبدأ حتى من والجنين في بطن أمه كما نقول. كما قلنا لكم حلقتنا اليوم منوعة جدا وكلها مرتبطة حقيقة بالغذاء الدواء. عندنا في منطقة الخليج عموما وفي العالم العربي حقيقة بشكل عام، بل العالم كله اليوم الناس يعانون من أزمة اسمها السمنة الزائدة. السمنة لها أسباب ومبررات كثيرة جدا، لكن هل من المفترض أن يتعايش الإنسان مع هذه السمنة ويقول أنا عايش إنسان سعيد، أم بإمكانه أن يتعافى من الوزن الزائد ويرجع إنسان كما يقولون رشيق وفي نفس الوقت صحي ويعيش بحياته وهو إنسان سعيد؟ دعوني أرحب بالحالة اللي موجودة معنا في الاستوديو، الأخ صالح الحوسني. حياك الله ببرنامج خطوة. الله يحييك دكتور. حياك الله. صالح، أولا أنا أهنيك على الإنجاز الكبير في حياتك. جزاك الله خير. أنت كان وزنك فوق ال 200؟ 230. 230؟ نعم. ما شاء الله. كيف كنت عايش يعني؟ والله لا صف لي حياتك يعني فعلا كيف كنت عايش؟ مأساة. مأساة ها؟ اي نعم. وكنت متزوج وفي هذه نعم. المرحلة؟ اي نعم. وتحس نفسك عايش حياة طبيعية ولا؟ يعني في شوي طبعا من طيب نشوف صورتك يعني مع المشاهدين الكرام لما كان وزنك فوق ال 200 كيلو لأن ما حد بيصدق أن وزنك تغير إلى هذا المستوى. الآن صورتك موجودة والناس يعني يتابعونها. الآن كم صار وزنك؟ وصلت ل 90 كيلو. 90 كيلو. نعم. ما شاء الله عليك. أجريت عملية شيء؟ طبعا المرحلة الأولى إن عندي كان عائق بالنسبة للإجراء كامل، عندي اللي هو الكرش المترهل. نعم. الكرش المترهل قال لابد من إجراء عملية جراحية عشان تمشي للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة إنقاص الوزن. الجراحة التجميلية جريتها في ألمانيا سنة 2008. هاي أجريتها قبل ما تخفف وزنك ولا؟ لا هذه قبل. نعم. قبل ما تخف يعني مسافة المتر الواحد كانت عندي يعني صعوبة إني أمشيها. نعم. فالحمد لله يعني سويت العملية مع أنها كانت عملية خطرة يعني، وسويتها جازفت فيها وشليت منها 21 كيلو تقريبا من العملية الأولى ونجحت العملية الحمد لله. وطبعا بعد العملية 21 من 210 ولا شيء يعني. ولا شيء طبعا. أنا هو قال كمرحلة أولى يعني. نعم. أنه بتكون عملية أولى كمرحلة أولى إن ناخذ 21 كيلو. والبروفيسور في ألمانيا خبرني قال ما بيك تضعف، أبيك ترجع لي نفس الوزن ما تزيد. أنا طبعا رجعت الإمارات بعد العملية ب4 شهور، قضيت فترة نقاهة خفيت فيها تقريبا حول 10 كيلو بس مش الزيادة، 6 كيلو. رجعت الإمارات حطيت نفسي عهد إني لازم أخف، وطبعا بديت مع الدكتور سمير وبديت مرحلة الرجيم والرياضة طبعا. طيب خلينا أتكلم مع الدكتور سمير في هذه الحالة. دكتور سمير يعني ما شاء الله تبارك الله صالح خفض يعني وزن قياسي كما يقولون. الحمد لله. أعتقد العملية الجراحية ما كان لها ذلك الدور الرئيسي في هذه المسألة، يعني 20 كيلو 30 كيلو لا البقية كان عندكم أعتقد. صحيح. يعني كل اللي هو يعتبر ضعف وعندنا كل النزول يعتبروا في العيادة عندي. نعم. إنما ال 20 كيلو دي عملية جراحية بس زي هنقول إيه تعديل أو تمهيد. كان يحتاجها بالمناسبة؟ هو كان عنده إعاقة زي ما هو قال أو صعوبة في الحركة شوية. نعم. وبعدين ضغط المحيطين حواليه سوي جراحة سوي خدها من ناحية الفضول. نعم. لدرجة إن هو خبرني إن البروفيسور اللي هناك زي ما هو قال
قال له تعالى لي تاني او حاجه زي كده، هو جه خد الخطوه اللي هي بتاعه تخفيف الوزن عن طريق تنظيم الغذاء او الغذاء الصحي مع الرياضه، وكان ما شاء الله ملحوظ نتائج اذهلت المستشفى الالماني لما عاد ليهم تاني بعد نزول وزنه، لدرجه ان انبهروا بان ده شيء اكتر من السحر. كم اخذ لين ما نزل الى 90 انا كيلو؟ اخدته على فترات، لان في البدايه استقبلته، اجريت ليه تحاليل عشان احط ايدي على السبب بتاع مشكلته، نعم. عشان احدد. طلع ايش السبب الرئيسي؟ السبب ان هو ما شاء الله كان راجل كريم وبيحب الاكل بزياده شويه. وهاي حال كثير من الناس اليوم. لان في اسباب هرمونيه، نعم. في اسباب لقله الحرق في الجسم، في اسباب تكون مختصه بالثيرويد هرمون او الغده الدرقيه، يعني في بيبقى كثير من المسببات اللي هي بتقف وراء السمنه. في الجسم بيكون تعرض للحقن بالكورتيزون، في كثير من المسببات لعلاج السمنه. فاذا الدرس اللي نتعلمه ان ما نقيس انفسنا على الاخرين في هذه طبعا الحالة. يعني جيد ان الانسان السمين شويه يجري فحوصات مبدئيه لكي يحدد ما هو سبب السمنه. بالضبط كده. ليس دائما الغذاء هو المسؤول. في اسباب ثانيه، ولكن الغذاء بيحتل المرتبه الاولى. نعم. او سوء التغذيه او الغذاء الخاطئ او الاسراف في تناول السعرات الحراريه مع قله الحركه هو اللي بيحتل الدرجه الاولى من مسببات السمنه. فانتم لما يجيكم انسان يعاني من السمنه تفكرون باللغه العلميه اللي هي حركه تقلل او تحرق السعرات الموجوده. صحيح. وغذاء لا يضيف سعرات اضافيه. بالضبط كده، نبدا نسحب من المخزون، ولكن في ناس مظلومه فعلا ان بيكون وراء السمنه بتاعتها خلل في الهرمونات او خلل في معدل الحرق. فاحنا عشان توضح معانا الصوره في البدايه لازم نجري فحوصات لاي واحد بالنسبه ليا كمختص في علاج السمنه. نعم. ان انا اشوفه، عشان حتى من ضمن الاسباب الثانيه جايز يكون عنده السمنه دي مأثره على بعض الامور الثانيه، ما عالجوش يلا نظام غذائي خف وزنك، نزلت كذا كيلو روح. لازم اشوف ايه اللي محتوى دمه من الليبيد بروفايل او اللي هو الكوليسترول، الدهون الثلاثيه، كتير من الامور داخل الدم، مستوى الهيموجلوبين، وظائف الكلى عنده، عشان احدد معاه نوع الدايت اللي انا هديهوله. طيب لو الان مشاهد يتابعنا وطلبنا منه ان يجري هذه الفحوصات واجراها، ما هي الاغذيه التي يعني في البدايه نطالبه بان يقلل منها او يمتنع عنها بشكل عام؟ هو في البدايه بيجري فحوصات، انا مش هخفى على حضرتك في المان متابعين معايا لم اراهم وبنتعامل بالايميل. نعم. ما شاء الله حققوا نزول 35 كيلو في خلال 3 شهور. طيب وما شاء الله هذا شيء حلو معايا ازاي؟ نعم. اللي بيتبع يكون كالتالي: في ناس نباتيين، في ناس بيعشقوا الحياه اللي هي المشاوي والحاجات الاكلات الحيوانيه. نعم. فلازم انا عشان اكون ناجح معاه لازم احترم رغباته واحترم عاداته وتقاليده. فبحدد الاكل اللي هو همشيه عليه بناء على نقاش قبل ما ابدا معاه اي شيء. طيب لو افترضنا ان ناس منا وفينا مثلا يحبون العيش الرز واللحم، سبب السمنه تقريبا في منطقه الخليج، خلينا نقولها بشكل صحيح. عام. صحيح. في هذه الحاله نقول له اترك الرز واترك اللحم، ما راح يترك. لا، هيحصل تفاوض بيني وبينه. نعم. هنحدد هدفنا هو ايه. احنا عايزين نحدد نزول وزن، يبقى لازم عشان تكسب حاجه لازم تستغنى عن شيء اخر. ممتاز. ففي هذه الحاله يعني يقلل الكميه ام يمتنع ام ماذا يفعل؟ بيقلل الكميات او بنتفق معاه على برنامج بحيث يكون واخد كافه احتياجاته من العناصر الغذائيه متكامله. ممكن اسمح له بنسبه من العيش، ممكن اسمح له بحضور وليمه او عزومه في نهايه الاسبوع او في خلال اللمه، بس بحيث ان انا اكون خطوه للامام او تقدمت في الايه في النتائج. صالح الحين تاكل طبيعي انت ولا؟ لا لحد الحين دايت بعدك؟ نعم. طيب ما هي الاشياء اللي كانت فعلا مؤثره على وزنك واللي اضطريت انك تتركها تماما؟ الرز، العيش. الرز؟ نعم. تركته تماما؟ العيش عندك والحلويات والسكر والملح، هاي الاربع اشياء